حمد العاصمي، امير بالصف المساعد المكلف بتدبير المنطقه الاقتصاديه بفنيدق حسب معايير محدده للعمل داخل هذه المنطقه. إدارة الجمهورية كفرات واحد الباقة من التسهيلات لهاد التجار لتحفيز الاستثمار داخل المنطقة ورعاية جيل جديد من الشراكة مع المقاولة ديال التجار، المقاولة التجارية داخل المنطقة في إطار التعاون ما بين الإدارة وما بين القطاع الخاص. يمكن نذكروا البعض من هاد التسهيلات اللي هي مهمه جدا، منها انهم ما كيخلصوش الرسوم والمكوس المستحقه عند استيراد البضائع، ولكن حتى كتدخل البضائع المنطقه وتيمكن لهم يخلصوا من بعد شهر على حسب الكميه ديال البضائع اللي خرجت من المنطقه وباعوها. هنا كنقولوا ان كيخلصوا داك الواجبات ديال الرسوم والمكوس بشهر من بعد ما كيتم بيع البضاعه بصفه نهائيه. المشروع هذا ديال المنطقه الاقتصاديه الاشرق الاقتصاديه بالفنيدق هو مشروع رائد، مشروع ناجح، لان من الافتتاح ديالو حتى الان تم استيراد حوالي 8000 طن من البضائع، القيمه ديالها حوالي 380 مليون درهم. تم تسويق كمية 6000 طن تقريبا منها، القيمة ديالها حوالي 287 مليون طن. أن مقدار الرسوم والمكوس المستحقة اللي تم استخلاصها على كمية البضائع اللي تعرضت على الاستهلاك هي 111 مليون درهم. معكم يوسف أمناد، الكاتب العام ديال جمعية المستثمرين منطقة الأنشطة الاقتصادية. كنرحبوا بكم اليوم معنا في المنطقة. اليوم إن شاء الله عندنا واحد الندوة صحفية للإعلان الرسمي على الأبواب المفتوحة الأولى ديال المنطقة الأنشطة الاقتصادية، اللي غيكون يوم الافتتاح إن شاء الله هو يوم 21 فبراير المقبل وكتنتهي يوم 26. هذه الأبواب كانت نتيجة واحد اتفاقية شراكة بين واحد العدد ديال المتدخلين، منهم الجمعيات المهنيه، الغرفه التجاره والصناعه، منهم المؤسسات، وكان عندها واحد الدعم كبير من السيد الوالي والسيد العامل ديال العماله بمدينه فنيدق. حنا كنتمنوا هذه المبادرات ديال هاد الشركاء، وحنا كجمعيه حنا شريك في هذا المشروع ان شاء الله. الهدف هو يعني استقطاب اكبر عدد من التجار ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه بالاساس، والتجار على الصعيد الوطني. كما كتشوفوا ان المنطقه الارقام ديالها الحمد لله مشجعه، ان رقم المعاملات ديالها فاق 100 مليون درهم، والارقام مشجعه. وحنا كجمعيه كنأطروا المستثمرين اللي كاينين هنايا في المنطقه من انشطه متنوعه باش يشاركوا في هذه الابواب المفتوحه ويشرفونا ويشرفوا المنطقه ان شاء الله. الرحمن الرحيم. عبد اللطيف فيلال، رئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه طنجه تطوان الحسيمه. اليوم هذه الندوه الصحفيه اللي كتعمل حول الابواب المفتوحه الاولى للمنطقه الانشطه الاقتصاديه بالفنيدق، واللي هي المنطقه التجاريه بالجمله، واللي تشنت في هذه المنطقه من اجل الدفع والرفع من الاقتصاد المحلي والاقتصاد التجاري بالخصوص بجهه الشمال. وهذه الابواب المفتوحه هي منظمه من طرف غرفه التجاره والصناعه والخدمات جهه طنجه تطوان الحسيمه، وكذلك الجمعيه لهذه المنطقه، جمعيه التجار لهذه المنطقه، وتحت الرعايه من صاحب الجلاله على عماله مضيق فنيدق، واللي كنشكروه الشكر الجزيل على هذه الرعايه ديالو، على هذا الوقوف ديالو والترتيب ديالو وعلى الدعم ديالو باش هذه المنطقه تنجح وتخدم. هذه الابواب المفتوحه ستكون مفتوحه لجميع التجار وجميع اللي بغى الراغب، الساكنه اللي راغبه باش تعرف تطلع على هذه المنطقه وتعرف شنو فيها، وكذلك التجار اللي بغاو باش يربطوا التجاره ديالهم مع هاد التجار اللي كاينين داخل المنطقه. راه هذه فرصه ثمينه اللي غيكونوا غادي يعرضوا السلع ديالهم الموجوده في هذه المنطقه، شنو كيجيبوا، ويمكن
يخلقوا واحد النوع ديال التواصل مع جميع التجار باش يمكن لهم يعملوا التجاره ديالهم. بغينا التجار جميع، حنا كناديو بهذه المناسبه جميع التجار باش يزوروا في هذه الايام هذه ويوصلوا باش يعرفوا بالضبط شنو هي السلع الموجوده ويعرفوا الدور ديال هذه المنطقه شنو هي. الامل ديالنا كبير فيهم باش يزورونا.